هو انت بتحب ربنا؟ طبعا هتقول لي اه، اصل ما ينفعش تقول لي لا. بس انا عايز دليل ان انت بتحب ربنا. عايز دليل؟ بص بقى سيدي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل ان كنتم تحبون الله، ايوه اعمل ايه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دليل حبك لله سبحانه وتعالى ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. دليل حبك لله سبحانه وتعالى الصلوات اللي انت بتصليها. دليل حبك لله سبحانه وتعالى الذنوب اللي انت بتجاهد نفسك وبتبطلها، والتوبة اللي انت عمال تكررها. دليل حبك لله سبحانه وتعالى الوجع اللي بيحصل لك لما تعمل الذنب اللي كنت قايل ان انت مش هتعمله تاني. دليل حبك لله سبحانه وتعالى صاحبتك اللي انت بتحبها رحت قلت لها انا مش هكمل معاكي وخلاص عشان ما اعصيش ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا في الحلال، وقلبك بيتقطع وانت مش عارف تسيبها. ده دليل كبير على حبك لله سبحانه وتعالى، ان انت بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبتعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرك بيه. ودليل كمان ان انت تتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عارف الحاجات البسيطة اللي هو لو قلت بسم الله قبل الأكل، أكلت بإيدك اليمين، دخلت المسجد برجلك اليمين، سنن الرواتب، القيام، الضحى، كل ده دليل على حبك لله سبحانه وتعالى. وكل ما الأعمال دي زادت، وكل ما أنت بدأت تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى وبدأت تبقى أحسن، حبك لله سبحانه وتعالى بيزيد. فلو سمحت لما يجي حد يسألك زي ما أنا سألتك دلوقتي أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، قبل بس ما تقول لي فكر، هو انت فعلا بتحب ربنا سبحانه وتعالى، ولا هي بتتقال عشان لا ما ينفعش؟